الفصل الثالث. ولا مرة حيكون كافي لما الأغنياء يعملوا أشياء مجنونة. جون بوغل مؤسس شركة فانغارد اللي توفى سنة 2019 مرة حكي قصة عن المصاري بتسلط الضوء على شغلة كتير منغفل عنها. بحفلة عاملها ملياردير بجزيرة شلتر، كيرت فانيغات بيقله لصاحبه جوزيف هيلر إنه صاحب الحفلة مدير صندوق تحوط ربح بنهار واحد مصاري أكتر من كل اللي ربحه هيلر من روايته المشهورة جدا كاتش 22 بكل تاريخها. هيلر رد وقال: صح، بس أنا عندي شي هو ما رح يكون عنده إياه أبداً، الاكتفاء. انصدمت ببساطة وقوة هالكلمة. انصدمت لسببين: أولاً لأنه أنا شخصياً عطتني الحياة كتير، وثانياً لأنه جوزيف هيلر ما كان ممكن يكون أدق من هيك. جزء أساسي من مجتمعنا ومن ضمنه كتير من الأغنياء والقوايا اليوم ما بقى في حد واضح لشي يعني كفاية أو اكتفاء. الفكرة ذكية جداً وقوية جداً. خليني أعطيك مثالين عن مخاطر إنه الواحد ما يكون عنده مفهوم الكفاية وشو فينا نتعلم منهم. رجات غوبتا انولد بكالكوتا وتيتم وهو مراهق. الناس بتحكي عن اللي ببلشوا حياتهم من موقع مميز. غوبتا ما كان شايف حتى ملعب البيسبول. اللي حققه بعد هالبدايات كان فعليا مذهل. بنص الأربعينات من عمره صار المدير التنفيذي لشركة ماكنزي، أرقى شركة استشارات بالعالم. تقاعد سنة 2007 ليتسلم أدوار مع الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي. اشتغل بأعمال خيرية مع بيل غيتس وكان عضو بمجلس إدارة 5 شركات عامة. من أحياء كالكوتا الفقيرة، غوبتا صار حرفيا واحد من أنجح رجال الأعمال بالعالم، ومع هالنجاح إجا ثراء هائل. بحلول سنة 2008 كان يقال إنه ثروة غوبتا وصلت لحوالي 100 مليون دولار. هالمبلغ خيالي بالنسبة لمعظم الناس. عائد سنوي 5% على هيك مبلغ بيولد تقريبا $600 بالساعة، 24 ساعة بالنهار. كان فيه يعمل أي شي بده إياه بالحياة، بس اللي كان بده إياه حسب كل الروايات مش يكون بس صاحب 100 مليون. رجات غوبتا كان بده يصير ملياردير وكان بده هالشي كتير. غوبتا كان عضو بمجلس إدارة جولدمان ساكس، وبهالبيئة كان محاط ببعض من أغنى المستثمرين بالعالم. واحد من المستثمرين وهو عم يحكي عن الأرباح الخيالية لعمالقة البرايفت إيكويتي وصف غوبتا بهالطريقة: بحسه بده يكون بهالدائرة، هيدي دائرة المليارديرات صح؟ جولدمان هي دائرة مئات الملايين صح؟ مزبوط. فغوبتا لقى مصدر دخل جانبي مربح. بسنة 2008 ومع جولدمان ساكس عم تواجه غضب الأزمة المالية، وارن بافيت كان ناوي يستثمر 5 مليارات دولار بالبنك ليساعده يضل واقف. كعضو بمجلس الإدارة، غوبتا عرف بهالصفقة قبل ما تنعلن للناس، وكانت معلومة ثمينة جدا. بقاء جولدمان على المحك ودعم بافيت أكيد كان حيخلي السهم يطير لفوق. بعد 16 ثانية بس من ما عرف بالصفقة، غوبتا اللي كان مشارك بمكالمة مجلس الإدارة سكر الخط واتصل بمدير صندوق تحوط اسمه راجارتنام. المكالمة ما تسجلت، بس راجارتنام دغري اشترى 175 ألف سهم من جولدمان ساكس، فمش صعب نحذر شو انحكى. بعد ساعات انعلن الاتفاق بين بافيت وجولدمان للعلن. سهم جولدمان طار وراجارتنام عمل ربح سريع حوالي $1,000,000. وهذا كان بس مثال واضح على نمط يقال انه كان مستمر. هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC بتقول انه تسريبات غوبتا الداخلية أدت لأرباح وصلت لحوالي $17 مليون. كانت مصاري سهلة، وبالنسبة للمدعين العامين كانت القضية أسهل بكتير. غوبتا وراجارتنام الاثنين دخلوا الحبس بتهمة التداول بناء على معلومات داخلية، ومسيرتهم المهنية وسمعتهم اتدمرت نهائيا وما بقى في رجعة. وهلأ خلينا نفكر ببرني مادوف. جريمته معروفة للكل. مادوف هو أشهر نصاب بنظام بونزي من أيام تشارلز بونزي نفسه. خدع المستثمرين على مدى 20 سنة قبل ما تنكشف جريمته، والمفارقة إنه انكشفت بعد أسابيع قليلة بس من قضية غوبتا. اللي غالبا بينتسى هو إنه مادوف مثل غوبتا ما كان بس نصاب. قبل مخطط البونزي اللي شهره، كان مادوف رجل أعمال ناجح جدا وبطريقة شرعية تماما. مادوف كان صانع سوق، شغلته يربط بين البايعين والمشترين بالبورصة، كان شاطر فيها بشكل لافت. هيك وصفت وول ستريت جورنال شركته بسنة 1992. بنى شركة أوراق مالية مربحة جدا، برنارد مادوف انفستمنت سيكوريتيز، واللي كانت تسحب حجم هائل من صفقات الأسهم بعيدا عن البورصة الرئيسية. المعدل اليومي للتداولات الإلكترونية اللي كانت تنفذها شركة مادوف خارج البورصة وصل لحوالي $740 مليون، يعني 9% من حجم التداول ببورصة نيويورك. شركة مادوف كانت تنفذ الصفقات بسرعة
وكلفة قليلة لدرجة إنه كانت تدفع لشركات وساطة تانية سنت واحد عن كل سهم لتنفيذ أوامر زباينهم، وتربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع اللي أغلب الأسهم تتداول فيه. هذا مش توصيف صحافي لجريمة ما كانت بعد انكشفت. نشاط مادوف بصناعة السوق كان شرعي. أحد الموظفين السابقين قال إنه هالجزء من أعمال مادوف كان يحقق أرباح بين ال25 وال50 مليون دولار بالسنة. يعني باختصار شغل بيرني مادوف الشرعي اللي ما له علاقة بالاحتيال كان ناجح بشكل هائل بكل المقاييس وخلاه غني وبطريقة قانونية، ومع هيك صار الاحتيال. السؤال اللي لازم نسأله عن جوبتا ومادوف هو ليش شخص عنده مئات الملايين من الدولارات يكون لهالدرجة عطشان للزيادة ولا أكتر، لدرجة إنه يخاطر بكل شي ليحصل على أكتر؟ الجريمة اللي بيعملها شخص عايش على حافة الجوع شي، أما شي تاني تماما اللي عملوه جوبتا ومادوف. مرة نصاب نيجيري قال لصحيفة نيويورك تايمز إنه كان يحس بالذنب لأنه بيأذي الناس، بس الفقر ما بيخليك تحس بالوجع. جوبتا ومادوف ما كانوا فقراء، كان عندهم كل شي، ثروة ما بتنحكى، مكانة اجتماعية، حرية، ومع هيك رميوا كل هيدا ورا ظهرهم لأنه بدهم أكتر. ما كان عندهم إحساس بالكفاية، ما عرفوا شو يعني اكتفاء حتى. هن أمثلة متطرفة بس السلوك نفسه موجود بطرق تانية وبدون جريمة. صندوق التحوط Long Term Capital Management كان مليان متداولين، كل واحد منهم ثروته الشخصية عشرات أو ميات الملايين، ومعظم مصرياتهم محطوطة بنفس الصندوق، ومع هيك أخذوا مخاطر جنونية كرمال الزيادة وخسروا كل شي سنة 1998 بنص أقوى سوق صاعد وأقوى اقتصاد بتاريخ الولايات المتحدة. ووارن بافيت لخصها بجملة قاسية وواضحة: كرمال يربحوا مصاري ما عندهم إياها وما بحاجة لإلها، خاطروا بالمصاري اللي عندهم إياها بحاجة إلها. وهذا تصرف غبي بكل بساطة. إذا بتخاطر بشي مهم بالنسبة إلك كرمال شي مش مهم، فهذا ما له أي معنى. ما في أي سبب إنك تخاطر باللي عندك إياه وبتحتاجه كرمال شي ما عندك إياه وأصلا ما بتحتاجه. الفكرة واضحة جدا، ومع هيك كتير ناس بيتجاهلوها. أشخاص قليلة منا حيوصلوا ل100 مليون دولار مثل جوبتا أو مادوف، بس نسبة مش قليلة من اللي عم يسمعوا هالكتاب حيمرقوا بمرحلة بحياتهم يكون عندهم دخل أو مبلغ مالي بكفي ليغطي كل احتياجاتهم المعقولة، كمان جزء كبير من رغباتهم. إذا كنت واحد منهم تذكر هيدي النقاط الجاية. رقم 1: أصعب مهارة مالية هي إنك توقف المرمى عن التحرك، بس بنفس الوقت هي من أهم المهارات، لأنه إذا توقعاتك عم تعلى مع نتائجك ما بقى في منطق إنك تكد وتتعب أكتر، لأنك بالنهاية حتحس بنفس الشعور حتى بعد تعب زيادة. الخطر الحقيقي ببلش لما تعمل أكتر مصاري، أكتر قوة، أكتر مكانة، يكبر الطموح أسرع من الرضا. ساعتها كل خطوة لقدام بتزق الهدف خطوتين لبرا، بتحس حالك عم تتأخر، والطريقة الوحيدة لتلحق هي إنك تاخد مخاطر أكبر وأكبر. الرأسمالية الحديثة شاطرة بشغلتين: تصنيع الثروة وتصنيع الغيرة، ويمكن الاثنين مرتبطين ببعض. الرغبة إنك تتفوق على غيرك ممكن تكون وقود للعمل والتعب، بس الحياة ما لها طعم إذا ما عندك إحساس بالكفاية. مثل ما بيقولوا السعادة بتساوي النتائج ناقص التوقعات. رقم 2: المقارنة الاجتماعية هي المشكلة الأساسية. تخيل لاعب بيسبول جديد بيقبض 500 ألف دولار بالسنة، حسب أي تعريف هيدا شخص غني، بس خليه يلعب بنفس الفريق مع مايك تراوت اللي عنده عقد 12 سنة بقيمة 430 مليون دولار. بهالمقارنة اللاعب الجديد بيصير مفلس. طيب خلينا نمشي خطوة أبعد. مايك تراوت بيقبض 36 مليون دولار بالسنة، رقم خيالي، بس إذا بدك تفوت على لائحة أعلى 10 مدراء صناديق تحوط سنة 2018 كان لازم تربح على الأقل 340 مليون دولار بس بسنة واحدة. وهود الناس اللي ممكن واحد مثل تراوت يقارن حاله فيهم. وهيدا مدير الصندوق اللي بيقبض 340 مليون بالسنة بيقارن حاله بأعلى 5 اللي ربحوا أكتر من 770 مليون دولار بالسنة ذاتها. وهود الخمسة ممكن يطلعوا لقدام على شخص مثل وارن بافيت اللي ثروته الشخصية زادت عن 3.5 مليار دولار بسنة 2018. وبافيت نفسه ممكن يطلع لقدام على جيف بيزوس اللي ثروته زادت عن 24 مليار دولار بنفس السنة، ورقم بيعادل أكتر بالساعة من اللي اللاعب الغني ربحه بسنة كاملة. الفكرة إنه سقف المقارنة الاجتماعية عالي لدرجة إنه تقريبا ولا حدا حيوصله. يعني معركة ما إلها ربح، أو الطريقة الوحيدة تربحها إنك ما تفوت فيها من الأساس، إنك تقبل إنه يمكن عندك
عندك كفاية حتى لو كان اللي عندك إياه أقل من اللي حواليك. عندي صديق بيعمل زيارة سنوية على لاس فيغاس. مرة سأل حدا من موزعين اللعب بالكازينو أي ألعاب بتلعبها وبأي كازونيات. الموزع جاوبه بجدية حادة: الطريقة الوحيدة تربح بكازينو لاس فيغاس هي إنك تطلع أول ما تفوت، وهذا بالضبط نفس لعبة محاولة إنك تلحق ثروات غيرك. رقم 3، الكفاية مش معناها قليل. فكرة إنك تقول خلص اللي عندي بكفيني ممكن تبين مثل إنك عم تحافظ زيادة أو إنك عم تترك فرص وإمكانيات على الطاولة. أنا ما بوافق هذا الشي. الكفاية هي إنك تفهم إنه العكس، شهية ما بتشبع، تضل عم تطلب أكتر رح توصلك لمكان تندم فيه. الطريقة الوحيدة لتعرف قديش فيك تاكل هي إنك تكمل أكل لحد ما تمرض. قليل اللي بيعملوها لأنه الاستفراغ بيوجع أكتر بكتير من أي وجبة ممكن تكون لذيذة وطيبة. الغريب إنه نفس المنطق ما بينطبق على الشغل والاستثمار. كتير ناس ما بيوقفوا يطلبوا أكتر إلا لما بينكسروا وينجبروا يوقفوا. أحيانا بيكون الشي بسيط، تعب من الشغل أو استراتيجية استثمار خطيرة ما بتقدر تكمل فيها، وأحيانا بيوصل للأقصى مثل رجاد جوبتا وبيرني مادوف اللي لجأوا للسرقة لأنه كل دولار بنظرهم كان بيستاهل أي تمن مهما كانت العواقب. شو ما كان الشكل، إنك ما تقدر على رفض دولار محتمل بالنهاية حيلحقك ويدفعك الثمن. رقم 4، في اشياء كتير ما بتستاهل المخاطرة فيها مهما كان الربح المحتمل. بعد ما طلع رجاد جوبتا من السجن قال لصحيفة نيويورك تايمز إنه تعلم درس: ما تتعلق كتير بشي، لا بسمعتك ولا بإنجازاتك ولا بأي شي. هلأ بفكر فيها إنه شو بتفرق، أوكي هيدا الشي دمر سمعتي ظلما، بس هيدا بيزعجك بس إذا كنت متعلق بسمعتك لهالدرجة. بصراحة هيدا يمكن يكون أسوأ استنتاج ممكن يطلع فيه من تجربته، وبيشبه كتير التبريرات اللي بيعملها شخص موجوع بده يرجع سمعته بس بيعرف من جوا انه راحت. السمعة لا تقدر بثمن، الحرية والاستقلالية لا تقدر بثمن، العيلة والأصدقاء لا يقدروا بثمن، إنك تكون محبوب من الناس اللي بدك حبهم لا يقدر بثمن، والسعادة لا تقدر بثمن. وأفضل فرصة لتحافظ على كل هيدا الأشياء هي إنك تعرف أي متى لازم توقف عن المخاطرة بأشياء ممكن تدمرها، إنك تعرف أي متى صار عندك كفاية. والخبر الحلو إنه أقوى أداة لتوصل للاكتفاء بسيطة بشكل مدهش وما بدها مخاطرة ممكن تضر بأي وحدة من هالأشياء. وهذا بالضبط موضوع الفصل الجاي. أنا اسمي ميرنا سعادة، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لتسمعوا الفصل اللي بعده بكرة.